السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا على حضراتكم كلكم جميعا. انتوا عارفين النشرة بتاعتنا بتخص أخبار النادي الأهلي وكل أخبار الدوريات العالمية والأوروبية. يا ريت قبل ما تبدأ الفيديو يا ريت تحط لايك وتصلي على النبي بمساء النور أو صباح الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا، حبايب قلبي وعشاق أخبار الكورة. أول خبر معانا قناة أبو ظبي الرياضية تعلن إذاعة كل مباريات السوبر الأفريقي على شاشتها مجانا للشعب المصري، وتعاقدوا مع التونسي عزيز بودربالة وسيد عبد الحفيظ لتحليل جميع مباريات البطولة. الزمالك يتعادل مبكرا في افتتاح الدوري مبكرا يتعادل ليفقد الثنائي النقطتين من ترتيب الدوري الممتاز في بداية افتتاحيتهم هما الاثنين الزمالك وبيراميدز. قفشه واحمد عبد القادر ينفون فكرة الرحيل عن ما يقال عنهم في الصحافة بسبب عدم المشاركة أساسيا مع الفريق. مارسيل كولر يدرس إعطاء مباراة سان جورج الأثيوبي لأكرم توفيق سواء في الذهاب أو في العودة لاكتساب اللاعب خبرات أكثر، لاكتساب حرارة لعب المباراة. مارسيل كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة النهاردة ويستأنف يوم الجمعة المقبل إن شاء الله عشان مباراة سان جورج الأثيوبي يوم الأحد القادم. تذكرتي تطرح تذاكر مباراة سان جورج الأثيوبي والنادي الأهلي بتذاكر الأسعار تتراوح الدرجة الثالثة من 75 جنيه، وهيكون بحضور 30,000 مشجع للنادي الأهلي. سان جورج الأثيوبي يؤكد على أن النادي الأهلي سيتحمل تكاليف ذهاب وإياب الفريق من تنزانيا إلى القاهرة وتكاليف إقامتهم في الفنادق وتكاليف إقامة أسبوع في القاهرة لخوض المباراتين في مصر وتكاليف السفر وكل حاجة تخص فرقة سان جورج الأهلي هيدفعها. طبيب النادي الأهلي يؤكد حاجة كريم نيدفيد ل3 أسابيع للتعافي من الإصابة تماما بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. خزينة النادي الأهلي تنتعش ب$250,000 في بداية الأسبوع القادم بعد خسارة النادي الأهلي خسارة الفريق في السوبر. فيكتور جوميز رئيس الحكم السابق الأفريقي ونائب رئيس الحكام الحالي يوجه اللوم الشديد لحكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، وأصفر ذلك بعد إدارته السيئة للمباراة وظهور الحكام الأفارقة في أسوأ حال. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميا بعد خسارته من تونس بثلاثية موجعة مؤلمة، ومنتخب المغرب يتقدم ويصبح في المركز 13 عالميا. وكده نكون هنا معاكم الفيديو يا جماعة، يا رب تكون استفدتوا من الفيديو وساعدتوا بيه، وما تنسوش تصلوا على النبي وتحطوا لايك، والله لو لسه طلع كانش حد فيكم اتفرج علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.